ومهلي. بتبدأ قصتنا من بيت ماي اللي بنلاقيها بتكلم جوزها فيديو كول وبتقول له يجي بدري وما يتأخرش عن حفلة عيد ميلادها وعيد جوازهم في نفس الوقت. ومن ردوا عليها بلغة الإشارة بنفهم إنها مش بتسمع لكن بتعرف تتكلم، والناس اللي حواليها هم بس اللي بيرد عليها بلغة الإشارة عشان تفهمهم. المهم بالليل جوزها بيجي وبتكون معاها كمان سوشي صاحبتها وزي أختها بالظبط، وبتقف هي وجوزها يرحبوا بالناس، وقالت بقى إنها اتولدت مرتين، مرة يوم عيد ميلادها ومرة لما اتجوزت الراجل العظيم ده اللي مفيش أوفى منه وكل الستات بتحسدها عليه، وبتشكره هو وصاحبتها على إدارتهم للشركة من ساعة ما عملت الحادثة وما بقتش تسمع من 5 سنين. فقعدوا يجاملوها ويقولوا لها انت الخير والبركة والشركة تضيع من غيرك يا ميوية. فقالت بقى تفاجئ الموجودين كلهم وتقول لهم إنها أخيرا حامل بعد طول انتظار. وهي بقى قالت الخبر ده من هنا وصاحبتها لوت جوزها وكشرت من هنا وطلعت على الدور اللي فوق تاكل في نفسها. فسبحان الله جوزها قرر يطلع هو كمان يجيب واين بدل اللي خلص، مع ان ماي مش عامية وشايفة ان في واين عادي وهو بيتلك. فكدبت شكوكها اللي باينة زي الشمس وفضلت تضايف الناس. وساعتها الأستاذ المحترم كان طلع فوق لصاحبتها اللي من دلوقتي هنسميها سوشي البجحة. المهم لقاها غضبانة بقى وبتقول له بقى بتسرح بيا بكلامك الحلو وفي الآخر تطوعها وتخلف لي منها، هو مش احنا متفقين نخلص عليها ولا انت بقى عايز تخلف منها عشان تاخد ورث البيبي وترميني في الشارع بعد كده؟ ما هو لا بقى انا لازم افهم. فالراجل حس ان صوتها العالي ده هيفضحه ويجيب له مصيبة وحاول يسكتها ويقول لها ان خطتهم زي ما هي وانهم هيخلصوا منها فعلا، بس من غير يعني ما يلفتوا الانتباه ليهم عشان الفضايح. وفي اللحظة دي دخلت عليهم ماي اللي ما كانتش سامعة حاجة طبعا، بس ملاحظة ان في شد وجذب. فالبجحة ضحكت عليها وقالت لها انهم بيتخانقوا على حاجة بخصوص الشركة، فهدت الدنيا بينهم منهم اقرب ناس ليها بكده يعني. ومش بس كده لا، دي سابت البجحة تبات عندهم كمان، وقبل ما تنام هي جوزها مضاها على اقرار تبع الشركة وعلى ورقة تانية كده ما قرتش اللي فيها، بس كان فرحان قوي وهي بتمضي، فشكله كده مورطها او ناوي يضحك عليها في حاجة. وبعدها على طول سمع صوت جاي من تحت، فخدها ونزل يشوف في ايه تحت، لقى البجحة مشغلة فيديو فرحهم وبتقول لهم يا روحي عليكم والله ولا روميو وجولييت، وخلتهم يرقصوا كمان ويسترجعوا ذكريات فرحهم، لحد ما جابت فيديو مش ولا بد ليها هي وجوز ماي وهما بيتفقوا فيه انهم هيخلصوا عليها يوم ثانوية باباها لما تروح تزوره، ولا من شاف ولا من دري. ده غير طبعا انه قال للبجحة انه ما بيحبش مراته وقلبه وعقله مش شايفين غيرها هي وبس، لا وانتوا الشهادة لله تستاهلوا بعض قوي. ويعني ما اقولكوش يا بنات بيحبوا بعض لدرجة ان البجحة عملت خدع كتير قوي عشان تخلي بطلتنا تبص على الشاشة وتقفشهم بالعند في جوزها، بس هو كان اذكى منها وقدر يمنع ده ويخلي مراته مركزة معاه هو وبس، لحد ما قفل الشاشة خالص. وفضلت ماي عايشة في ملكوت تاني بعيد عن خطتهم الشريرة في حقها. بس ان جينا للحق يعني خناقته مع البجحة خلته يحلم احلام غريبة، يعني مثلا حلم انها جات له لحد اوضته تقول له يلا نخلص عليها دلوقتي حالا، وان مراته شافتهم في وضع يرفض المجتمع والدين والعرف. فالبجحة نزلت عليها بحديدة جابت اجلها وباظت كل الخطط بقى. فصح اليوم ده حمد ربنا انه كان حلم، ولما نزل يعمل الفطار لقى مراته بره والبجحة بس اللي في البيت، واول ما دخلها المطبخ لقاها بتحط حاجة في اللبن وناوية تسمم مراته، فاتخانق معاها. وده مش عشان قلبه على مراته لا سمح الله، لا احنا بطلنا بطل عزبة محسن في الندالة، فالحركات دي ما تطلعش منه، هو بس مش عايزها تموت في البيت عشان بيقرف يعني مش اكتر. شوفوا وانا اللي اسأت الظن بيه. المهم هي اصلا طلعت بتلعب باعصابه مش اكتر، وبتعمل ده كله عشان اهل ماي يدمروا حياة اهلها، فبتردها لهم في بنتهم. وفي نص الخناقة قالت له اياك تفكر تخلع عشان احنا اساسا خابطينها بعربية واحدة من 5 سنين وفات اوان الرجوع واحنا الاتنين في الهوا سوا يا حبيبي. وعلى الجملة دي بقى كانت وصلت ماي فكسروا الكوباية عشان يلهوها اول ما تشوفهم، لان كان باين عليهم انهم مش طايقين بعض حتى يعني لو هي ما بتسمعش، فنظراتهم كفاية قوي. البعدة بقى كانوا متفقين خلاص انهم هيخلصوا منها وهي بتزور قبر باباها النهارده، وهي يا روحي قاعدة تفطر ودول بيخططوا وهي مش سامعاهم. بس اتفقت مع البجحة انهم يروحوا هناك سوا بعد ما تخلص شغل في الشركة مع جوزها. اما جوزها بقى يا ولاد قال للبجحة ما تتصرفش من دماغها وتمشي حسب الاتفاق، بس في نفس الوقت اتصل بالراجل بتاعه اللي المفروض هينفذ وقال سوشي البجحة امانة في رقبتك ويا ريت تخلصني منها هي كمان عشان عامله لي قلق وانا ضغطي عالي. فطلع لها على المكتب لقاها رايحه تقابل الكلاينت اللي استغلوا وجوده عشان يثبتوا انهم كانوا في الشركه وقت موت ماي حسب الخطه يعني، وقال لها اوعي تسيبي الشركه النهارده لاي سبب مهما حصل. وفي الوقت ده بطلتنا كانت في طريقها للمدفن وعربيه الراجل المأجور معديه من قدامها، بس بعد دقايق كانت الخطه كلها اتقلبت عشان البجحة ما سمعتش كلام جوزها وراحت خدت ماي بعربيتها وقالت له سوري اصلي وعدتها اروح معاها وانت عارفني في الوفاء ما حصلتش وفي الولاء ما اقولكش. فقعد يصوت بسببها وبسبب تهورها واصرارها انها تبوظ له الدنيا لمجرد انها غيرانه عليه من مراته. لا معذوره طبعا بصراحه، هي مجنونه كمان لانها خدرت ماي في طريق هس هس وفتحت عليها خرطوم غاز وقامت قافله عليها العربيه ومشيت من غير ما تحس بندم عشان تموت مخنوقه وفطسانه. وساعتها جوزها قابلها على الطريق فحكت له اللي حصل وقالت له مراتك ماتت وخلصنا منها، فقال لها ما كانش اتفقنا تموت في عربيتك ونلبس الليله حتى لو انت عايزه تنتقمي منها، وخلاها تاخده لحد العربيه يمكن ينقذ ما يمكن انقاذه. بس المفاجاه انهم ما لقوش ماي والبجحة ما كانتش مصدقه انها صحت وفتحت العربيه ونزلت كمان، فقعدوا يدوروا عليها لحد ما البجحة لقت موبايلها مرمي جنب السور ففهمت انها وقعت في النهر، وقالت له بس كده تبقى جت منها وريحت واستريحت. وللاسف استنتاج البجحة كان صح وماي وقعت في النهر وهي بتحاول تطلب مساعده، فالاتنين عملوا اللازم عشان يبانوا بيدوروا عليها بما ان موبايلها معاهم. واتصالات بقى فينك يا ماي وردي علينا يا ماي، بس طبعا مفيش رد. مش بس كده لا، ده جابوا البوليس وفريق انقاذ وانت فين يا جهاد، فما لقوش غير جزمتها والبوليس قال لهم شدوا حيلكم لانها ملهاش اثر. فقعدوا يعيطوا ويولولوا وهو يقول مراتي حبيبتي وهي تقول صاحبتي واختي حكمتك يا رب. الاتنين دول هيطلعوا في الاخر الاستاذ احمد زاهر ومدام رحاب الجمل، عشان انا شفت الخطه الشيطانيه دي في مسلسل البرنس قبل كده. المهم بعد ما عيطوا وصوتوا اعلنوا الاتنين انهم هيديروا الشركه اكراما لروح المرحومه، ووقفوا عليها احداد ربع ثانيه عشان هم اوفياء وكده. اما ماي فبنعرف
ساعتها انها اتكتب لها عمر جديد، وبتصحى في المستشفى تتفاجئ ان سماعها رجع لها، وبنشوف معاها الراجل اللي كان جوزها مأجره عشان يقتلها، فشكله كده ناوي يتوب. استنوا معايا شويه واكيد هنفهم. اما ثنائي الخيانه العظمى بقى كانوا هايصين في بيتها وبيحتفلوا بنجاح خطتهم الابليسيه، لحد ما سمعوا صوتها بتنادي عليهم، فقالوا حلم ده ولا علم، وجريت البجحه تستخبى بسرعه. فدخلت مي الاوضه على جوزها اللي عمل نفسه مش مصدق عينيه، وهو فعلا ما كانش مصدق عينيه بس من صدمته. فهي اتحمست قوي وكانت عايزه تفرح قلبه وتقول له انها بقت بتسمع، بس وصل لها صوت البجحه المستخبيه وهي بتقول له دي ب7 ارواح، انا قلت لك نخلص منها بايدينا وانت عملت لي فيها مرهف، فاقتلها حالا مكانها وخلينا نخلص. وهنا مي اتجمدت مكانها كده وحست ان صمت الحواس ارحم بكتير، ويا ريتها ما سمعت ولا عرفت ان اقرب الناس ليها هم اللي ضربوها في ظهرها وحاولوا يموتوها ولسه بيحاولوا وما بيتهدوش. المهم البجحه خرجت من الشقه وخبطت قوي بقى وجو كنت هموت من غيرك يا ماي، وبعدها بكل بجاحه قالت لجوزها احنا ما عندناش حل غير اننا ناخدها المدافن ونرميها من فوق جبل نجيب اجلها. والكلمتين دول كانوا كفايه لماي عشان تبانك سيم يا ماي والله، وباي حد عنده دم هيطلع يجري. وهي فعلا جريت على اوضتها وحاولت تطلب امن الكومباوند من موبايل قديم، بس جوزها دخل عليها واستغرب قوي انها ماسكه الموبايل ده وبتقول هتستخدمه، فقعد يبص فيه شويه كده وبعدين سابه وخدها عشان تاكل. وساعتها سمعت البجحه وهي بتقول له انها حطت لها منوم في الاكل عشان ينفذوا المهمه من غير ما تصدعهم وتفضحهم، وهم بيقولوا لها بالهنا والشفا، وهي يا روحي بتتمنى تحصل معجزه عشان ما تاكلش. وفعلا بتحصل المعجزه والامن بيجي يشوف الدنيا فيها ايه، فبتطلع مع جوزها فورا وبتبقى عايزه تهرب، بس اللي منه لله مش مديها مجال وقال لها يلا روحي ندخل، مع العلم يعني ان شك فيها لما حس انها انتبهت لصوت جرس الباب، بس قال يمكن صدفه. والبجحه كمان حست انها ممكن تكون بتسمع واتفقوا يختبروها عشان لو بتسمع يبقى راحوا في داهيه. وبسبب الاكشن ده كله جوزها بقى يطلع لها في كوابيسها وربنا ما يوريكوا يعني، ده طبعا غير الاختبارات اللي حطها فيها. يعني مثلا كانت هتوقع الميه فحس انها انتبهت لما قال لها خدي بالك، وده اللي خلاه يفتح حنفيه الحمام ويسيب الاوضه خالص ويشوف بقى، لو سمعت الصوت وقفلتها تبقى وقعت في الفخ وجنت على نفسها، انما هي كانت اذكى من كده وسابتها مفتوحه لما فهمت انه شك فيها، وده خلاه يتصل بالبجحه ويقول لها انها برضه مجرد صدفه. فهي بقى ما سكتتش على اللي بيحصل وراحت للولد الجدع اللي يساعدها وسالته بالظبط انت لما انقذتني كنت عامله ازاي ومعايا مين؟ فقال لها كنت واقعه عادي ومعكيش حد. الله، يعني ده قبل البحر ولا بعد البحر ولا هي ما وقعتش في البحر؟ يلا ادينا قاعدين لحد ما نفهم. بس المهم دلوقتي انها حكت له كل اللي بيحصل وطلبت منه يتحرى عن الاثنين قلالات الاصول دول عشان تحاول تحمي نفسها من شرهم. اما عن صدمتها الثانيه فكانت انهم معتبرينها طيشه في الاجتماعات، وكل ما تقول حاجه يعملوا نفسهم مقتنعين ويقولوا اللي بيتكلم فكك منها ويتصرفوا من دماغهم. وطلعت الهفقه بتاعه الشركه والموظفين بيتريقوا عليها، ودي في رايي ابشع كمان من ان جوزها بيخونها مع البجحه، اللي بالمناسبه شكوكهم رجعت تاني لما حسوا انها انتبهت لصوت الموبايل اللي رن في الاجتماع. فالبجحه اللي بتتغذى على الشر وافلام محمود المليجي قالت انا هعمل نفسي بدوسها بالعربيه ولو جريت تبقى بتسمع. ايه الجبروت ده انت الشيطان ياخد معاكي كورسات. المهم ما تقلقوش خالص، بنتنا كملت التمثيليه للاخر واثبتت للاثنين انها ما بتسمعش، لحد ما تاني يوم البجحه جت لهم بيتهم قال يعني هتقعد مع صاحبتها، وفجاه جالهم واحد طلع جوزها مديون، لا ومفهمه ان البجحه مراته ومراته هي الخدامه. وفضل بقى الراجل مصمم ياخده في الجنينه بالعافيه، واول ما خده نزل فيه ضرب وقال له يا تدفع يا تموت، فبعضوا يدفع له في اسرع وقت. عشان كده قال البجحه انه هيخلص من مي الاسبوع ده ويورثها ويدي الراجل فلوسه. وقابل الجدع اللي بيساعدها وقال له عايز منك خدمه. والله بقى هو الواد ده مع مين فيهم بالظبط؟ يلا مش مهم دلوقتي، بس المهم اقول لكم على اللي خلى بنتنا تجيب اخرها، وهو ان حماتها كمان طلعت مشاركه في الجريمه وجايبه لها اكل من هنا، ومن الناحيه الثانيه بتسال ابنها ما خلصتوش عليها ليه. فاتصدمت مي وفضلت ماشيه لوحدها بتعيط لحد ما اغمى عليها. وطبعا الجدع اللي انقذها قبل كده انقذها تاني، ولما فاقت قال لها حقائق كتير زي انها سقطت، وده كسر قلبها قوي رغم انها رحمه للبيبي عشان ما يجيش يلاقي نفسه ابن جوزها الوضيع ده. وعرفنا كمان ان الجدع ده ابوها هو اللي مربيه وموصيه عليها، وان الحاج ابو مي كان معترض على الجوازه كلها، ومي هي اللي اتجوزته من وراه وحطته قدام الامر الواقع، وما صدقتش ابوها لما قال انه طمعان في فلوسها ومش سالك، واديها بتجرب عملي دلوقتي. بس لحسن حظها ان الجدع مقرب من جوزها والبجحه من بدري ومفهمهم انه في صفهم عشان يعرف كل خططهم وينقذ بطلتنا قبل فوات الاوان. فهي بقى حست نفسها اقوى لما لقت حد في صفها وعملت حركه خبيثه كده ولعبتهم بنفس اسلوبهم وورطتهم في فضيحه من نوعيه الهق والمق في الشركه، ودخلت عليهم بالموظفين وقالت لا مستحيل مش مصدقه، ونزلت على وش جوزها بقلم معتبر. فالبجحه راحت وراها على الاسانسير تقول لها طبعا انها فاهمه غلط، مع ان الشركه كلها طلعت عارفه اللي بينهم. بس مي قالت لها انا ولا عبيطه ولا عاميه ومش هتكدبي عينيا، وهددتها تدفع ثمن خيانتها غالي. فالتانيه كشفت ورقها وقالت لها احنا مسيطرين على الشركه ولا هتقدري تعملي معانا حاجه، وقامت رميها بره الاسانسير لما وصل. فعملت مسكينه اول ما شافت جوزها، وده طبعا نرفز البجحه، ولسه بقى هتتخانق. فجوزها قال لها ما تحرقيش بنزين على الفاضي واحنا كده كده هنموتها النهارده، انا لو عندي ربع ثقه الفنان في اجرامه حياتي هتبقى احسن بكتير. المهم بطلتنا قالت له يا خاين يا غشاش ولطشته تاني ومشيت. والفيديو بتاعهم بقى مشاع للشركه، فالمساهمين جابوهم وقالوا لهم يتقدموا استقالتكم يا مع الف سلامه على شرط ان مدام ميت سامحكم قدام الصحافه والجماهير الصينيه العريضه كلها. فالبجحه قالت على جثتي، وجوزها هو اللي فضل يحايلها ويقول لها مش هنخيب على الاخر ودموع تماسيح على شويه اسف هيلموا الحوار واحنا دلوقتي في مرحله لا تراجع ولا استسلام. فاقتنعت بكلامه عشان ما تخسرش كل حاجه، وراحوا الاثنين اعتذروا لها في البيت الاول وقالوا لهم قد ايه ندمانين وغلطانين. فعملت فيها بطله كيوت وقالت لهم مسامحاكم يا حبايبي وانتوا اكيد يعني ما كانش قصدكم، وخدتهم وراحت على المؤتمر عشان تبوظ الدنيا هناك بعد ما فتحوا ماسوره كذب عن قد ايه هم بيحبوها. وقالت انا مش مسامحه حد والاثنين دول ما يتعاشروش، ولو طول بطلتهم على بعض كده مش هتاخر. فالبجحه ما استنتش ونزلت فيها ضرب قدام الكاميرات والصحفيين، وساعتها بقى جوزها وداها المستشفى وعرف من الدكتور انها سقطت. اما البجحه فكانت بتعاني في الشركه عشان الدنيا كلها عرفت ان هي اللي سقطت مي، وفضلت حاسه بالذنب عشان الطفل البريء ده ملوش دعوه. لا اصيله يا بجحه. المهم الدنيا بقى كانت ماشيه على الحال ده لحد ما جوزها قابل الجدع وكان هيتفق معاه على خطه ثانيه. فالجدع قال له خرجني من حواراتكم دي عشان انا مش فايق لكم، بس لاجل العشره يعني انا معايا حاجه تفيدك. والحاجه دي يا اولاد طلعت تقرير الاجهاض اللي بطلتنا كانت عارفاه من قبلها بيومين. يعني كده ضحكت عليهم والبجحه مش هي السبب في سقوطها، عشان كده راح قال لها اعملي مؤتمر صحفي افضحي فيه الليله كلها، وقولي لهم كمان ان ابوها خلص من ابوكي وخد كل حاجه ليه هو وبنته. فالبجحه جهزت دموع التماسيح والتقرير وطلعت تتكلم من غير ما تحس بالذنب، وساعتها قالوا لها احنا اسفين ظلمناكي، وطردت كمان كل اللي ناموا عليها ورجعت تاني كوين الشركه. اما ماي فكانت بتتابع المؤتمر اونلاين. بس السؤال ليه الجدع اداله التقرير؟ متفق مع ماي ولا باعها؟ الله اعلم، بس ان شاء الله كله يبان يعني. المهم بعد اللي حصل ده بقى البجحه كان لسه ليها عين تتكلم وراحت تتخانق مع ماي، وساعتها دخل عليهم الراجل اللي ليه فلوس عند جوزها وقال له مش عيب برضه تقول على المدام انها شغاله، وقام جايبه من قفاه وماشي بيه يعمل معاه الصح وياخده ورا يعرفه مقامه. وبطلتنا راحت تقابل الجدع واتفقوا انهم يعملوا خطه
الشرطه يجيبوا بيها دفتر حسابات مع البجحه يوديها السجن على طول ويثبت انها حراميه، بس كانت محتاجه مساعده صغيره من جوزها، وساعتها لقيته بيعيط وبيقول لها تدفع له ديون والا هيموتوه. فقالت له اه طبعا اساعدك يا حبيبي، امال انا مراتك بالاسم يعني، بس معلش اعذرني عندي شرط الاول وهو انك تساعدني اجيب الدفتر اللي مع البجحه. فقال لها رقبتي سداده يا مراتي يا حبيبتي، واستناها تروح تطرد البجحه من بيتها بحجه ان باباها هو اللي شاريه اصلا وهي مجرد ضيفه فيه. فكده تضطر البجحه تسيبه خالص، وجوزها سبع الكرومبه كان موجود وساعدها في النقل، فحط الشنطه اللي فيها الدفتر في البيت الجديد وخد البجحه وخرجوا سوا. فجت مي بالليل بقى وهي متنكره ولابسه اسود في اسود عشان تاخد الدفتر، بس لقت البجحه عامله لها كمان وبتقول لها مش هتلاقيه مهما دورتي، وطلع ان البجحه اصلا ما خدتش الدفتر وعملت مقلب في مي وهزقت جوزها اللي باع حبيبته وراح يساعد مراته عشان شويه ديون. فعلا يا بجحه دي مش رجوله، معاكي حق تزعلي منه. المشكله بقى ان من غير الدفتر ده البجحه هتفضل ملاك في عيون الاداره، وبطلتنا هي اللي بيتقال عليها مفتريه وظالمه. عشان كده المساهمين اتفقوا يعملوا تصويت ويطردوا مي من الشركه. فحاولت توصل للجدع عشان يساعدها، بس كأن الارض انشقت وبلعته وما بقتش عارفه تعمل ايه تاني يوم في الشركه، لحد ما موبايلها رن قبل ما يطردوها على طول. واول ما ردت اتخضوا كلهم انها طلعت بتسمع بجد، واللي على التليفون ده طلع باعت للبجحه صور تهديد من الدفتر. فبنفهم بقى ان الجدع فتح خزنتها صور الدفتر وسابوا مكانه، ومفيش ثواني والاداره طردت البجحه لما الصور وصلت لهم هم كمان. اما جوزها فطالبها بالفلوس اللي بعدته بيها، فقالت له كنت بضحك عليك زي ما انت بقالك سنين بتضحك عليا واظن ده من حقي. فلسه كان هيطول ايده عليها او لا هو طولها فعلا، لقى الراجل بتاع الفلوس جاي برجالته وخدوه هو ومي على المكان بتاعهم، وهناك اجبروه يمضي على ورق طلاقه منها ويتنازل عن اسهمه في الشركه. فقعد يجعجع بلا هدف على الاسهم اللي هتروح منه، بس مضى في الاخر عشان ينفد بحياته. انما هدد مي انه مش هيسيبها في حالها وهيندمها على اللي بتعمله فيه، وقال لها انا عارف ان الجدع بيساعدك بس خدي بالك ده ملوش امان ولا له عزيز. فهي بقى اول حاجه عملتها لما راحت الشركه قفلت مكتب البجحه ورمت حاجتها بره، وكلمت حد يدور لها ورا الجدع عشان تعرف هو مع مين بالظبط بدل ما تلاقي نفسها متورطه معاه هو كمان. وبالليل بقى اتعرضت لمحاوله اغتيال رهيبه لما البجحه اقتحمت البيت عليهم في نص الليل وجت تضربها بالسكينه. فجوزها خد الضربه وجت في دراعه، وهنا بطلتنا قالت لها انا اعتبرتك اختي في يوم من الايام فهعمل باصلي ومش هبلغ عنك، وسابتها تمشي ودخلت مع جوزها، وعشان هي قلبها قلب خصايه ربطت له الجرح. فاستحلاها وقعد يقول لها سامحيني واديني فرصه ثانيه، والكلام اللي ما بياكلش عيش بتاع المسلسلات ده. فقالت له احكي لي اللي حصل يوم موت بابا بالتفصيل الممل، وساعتها هفكر اديك فرصه. فقال لها انه كان راجع من الشركه بالليل عادي، لقى البجحه بترمي بلاها عليه وبتجره معاها لسكه الخيانه واي حاجه حرام. وتاني يوم في الشركه عرف ان الراجل مات، فترجم بقى انها استغلته امبارح عشان تداري على عملتها. ومي بقى لما عرفت الكلام ده سكتت وسابته وطلعت وما اديتوش وش خالص لحد تاني يوم. ده غير ان الجدع ظهر وبعت لها يقابلها، وساعتها فعلا راحت تقابله وقال لها انه معاها مش عليها، ووراها فيديو لابوها يوم موت ابو البجحه وهو بيحاول يتستر على كاميرات المراقبه رغم انهم قالوا الراجل انتحر. فالجدع قال لها انا متاكد ان باباكي ما عملش حاجه والبنت دي بتتبلى عليه، بس كده لازم ندور ونعرف ابو البجحه مات ازاي بجد ونحط الدليل قدام عينيها. المهم البجحه ساعتها حست بصوت غريب في بيتها، فلقت جوزها موجود ولسه هتبدا تتخانق معاه وتقول له بتعمل ايه هنا. فقال لها ريلاكسي كده وخليكي معايا لو عايزه دليل يدين ابو ماي وما تبقيش قفوشه. وتاني يوم البجحه قابلت ماي وقعدت تقول لها انا متاكده ان ابوكي قتل ابويا، وماي مصممه ان ابوها راجل محترم وما عملش كده وكان بيعتبرها زي بنته. انما بعد ما مشيت وسابتها قعدت تفتكر يوم ما ابو البجحه مات وشافت ابوها في دم على وشه، فقعدت تعيط مع نفسها لما حست ان ابوها ممكن يكون عملها فعلا وانها تطلع شريره في روايه البجحه. وقررت تدور بين حاجاته القديمه يمكن توصل لحاجه، بس جوزها كان سبقها وجاب فيديو لابوها وابو البجحه وجمعهم هما الاثنين في مكان واحد وما جاش هو، وبعت الفيديو للبجحه والبنتين قعدوا يتفرجوا عليه. وفي الاخر طلع ان ابو البجحه دخل في سكه القمار وكان هيفلس الشركه، وابو ماي لما عرف كان عايز يطرده قبل ما يفلس الشركه. فالبجحه فهمت بقى ان ابوها هو اللي غلطان وان ابو ماي ملوش دعوه وانها ظلمته طول السنين دي، فانهارت وقعدت تعيط وبطلتنا الطيبه فضلت تطبطب عليها. فالبجحه قالت لها جوزك هو اللي موت ابوكي مش انا والدليل عندي في البيت. فقالت لها خلاص هروح ادور انا، بس مفيش ثانيه وما لقيتش البجحه، فافتكرتها نطت في البحيره وهوب جوزها ظهر من العدم كده وكتم نفسها. هو الراجل ده ما بيتعبش بجد؟ انا طبعا كان نفسي اقول لكم انه خاطفها، بس يا ولاد في اسوأ من كده، واحب اعرفكم بالوجه الاوحش لجوزها رئيس نقابه المهابيش، واقول لكم انها لما صحيت تاني يوم قال لها ما تقلقيش يا روحي انا جريت عليكي حوار انك رميتي البجحه في البحيره. فقالت له بجحه ايه ومين دي اللي رميتها، هو اي تخاريف وخلاص. فراح مسمعها ريكورد ليها وهي بتقول للبجحه انت لازم تموتي، ووراها رساله قال يعني بعتتها للبجحه وقالت لها تعالي نتقابل عشان لما البجحه تختفي تبقى بطلتنا اخر حد قابلها. ده غير انه حقنها بمخدرات وهي نايمه، وقال لها لو جدعه بقى بلغي ويعملوا لك تحاليل فيبقى قتل ومخدرات، ودي فيها مؤبد يا زوجاتي العزيزه. فالحقيقه انا وهي تنحنا له كده وما بقيناش عارفين دماغ الشياطين دي جايه منين، واعتقد سهل تتوقعوا انه زلها حرفيا وبقى يعملها اسوأ معامله وهي يعني مش عارفه تنطق بحرف، لحد ما اجبرها تروح معاه الشركه وتنفذ كلامه كلمه كلمه وحرف حرف. فيا دوب اول ما راحت ست حدفت عليها بيض وقالت لها انت خطفت رجاله وخطفتي جوزي ومش هسيبك. الصوره دي بقى يا بنات كانت صوره الجدع، يعني من الاخر جوزها افترى عليها وطلعها خاينه، وبعدين قطع صورتها هي وابوها فهجمت عليه وكانت عايزه تموته، فادها مهدئ واقنع الناس انها مش متزنه عقليا يا حرام ومحتاجه معامله خاصه. لا بس ايه رايكم في المسلسلات اللي تكره الواحد في الجواز دي؟ المهم هي لقيته مش هيسيبها في حالها وعمال يحط لها في ادويه عشان يجننها، فحاولت تاخد موبايلها وتوصل للجدع يمكن ربنا يكرمه ويلحق ينقذها، بس مع الاسف جوزها كان اسرع منها وكشف خطتها وخدها ربطها عند البحيره. بس لما لقاها مستعجله على موتها وعماله تقول له انه ممثل محترف وضحك عليها سنين رغم ان ابوها فهم نيته من زمان، حكى لها بقى انه حبها فعلا وعرفنا انهم اتقابلوا اول مره يوم الانترفيو بتاعه في شركه ابوها، ووقتها جوزها ما كانش يعرف انها بنت صاحب الشركه، بس هي انجذبت له وعزمته على العشاء من نفسها كده وحبهم اتولد من اليوم ده، ويا ريته يعني ما اتولد. بس زي كل الافلام ابوها بيعرف ان بنته بتحب موظف عنده في الشركه، فجابهم هما الاثنين وقال قدام ان ميت وسطته عشان يشتغل في الشركه، وعامله وحش جدا واستحقره واستناها تخرج وقال له ابعد عن بنتي عشان عرفت ان وانت في الجامعه عملت عملتك مع زميلتك وخليتها تنزل البيبي، ده غير انك فاشل في الشغل، والمشهد ما كانش ناقصه غير سيجار الاغنياء. فهو بقى يسكت؟ لا طبعا، ودي تيجي حط تارجت يجيب للراجل حفيد صغنن يفرح بيه. وطبعا لما ابو ماي اتحط قدام الامر الواقع وافق على الجواز عشان سمعه بنته وسط الناس، بس لما لقاها ما بتخلفش ومسك على جوزها انه بيسرق الشركه قال له انت لا تصلح تبقى جوز بنتي ولا تناسب عيلتنا ولازم تطلقها فورا وتورينا عرض كتافك. وساعه الخناقه دي بقى الراجل جات له ذبحه وجوزها رفض يديله الدواء عشان يبقى يغلط فيه كويس، وقال له سوري يا حمايه انا مش في مودي ان انقذك دلوقتي. فمات الراجل عشان يا عيني عايز يحمي بنته مش اكتر، وطبعا هو بيحكي ده كله لمراته عشان يقول لها انه ما موتش ابوها بس ما كانش يستحق يساعده فما ساعدهوش.
وكتر خيره يعني ما رماش ماي في البحيره بعد كل ده، رغم انه هددها يرميها ويخلص منها. بس حيالله يعني خطفها وفضل رابطها في كرسي ومقعد معاها بلطجي خارج من السجن طازه، فحاولت بكل الطرق توصل للجدع عشان ينقذها من المجانين دول، بس خد وقت طويل عشان يلاقي البيت اللي هي محبوسه فيه. وعرف يخمنه لما البلطجي فتح له وقابله، وهي يا حبيبتي ما عرفتش توضح له انها في البيت غير بانها تحاول تفتح الشباك. فخد باله بقى ان ده البيت الصح واستنى الليل يليل عشان يدخل ينقذها. بس الراجل حبسها وطرد الجدع، فاستنى شويه لما كلمته تاني وعمل مقلب في البلطجي واستدركه ودخل انقذها ومشي بيها ومحدش عارف يوقفها. وبرافو عليك يا باشمهندس. وبعدها بتمر 6 شهور بنعرف فيهم ان جوزها كوش على الشركه كلها ومفهم الموظفين ان مراته تعبانه ومخها بقى على قدها ومحتاجه راحه تامه عشان كده ما بتظهرش. بس الحقيقه انه كان قالب الدنيا عليها ومش لاقيها، ومع الوقت بدا يشوفها زي ما تكون هلاوس ويتخيلها. قام رجع على بيته وخلص من كل حاجه تخصها. بس صحي تاني يوم لقاها برضه، فقال يحمي نفسه من الجنون وراح يحرقهم وبكده يضمن انهم ما يظهروش تاني. بس صحي لقاهم متعلقين برضه، فعشان ما تهبش منه والاشاعات اللي طلعها على مراته تسيبه وعلق كاميرات. ولما لقى نفس الكلام بيحصل رجع الكاميرات لقى واحده ماشيه في الضلمه زي ما تكون بعيد عن السامعين عفريته، فاتسرع وخاف. ده غير انه بدا كمان يتخيل البجحه في كل مكان. بس بعد الرعب ده كله طلعت امه جايه تزوره عادي، فقعد يشتكي لها ويقول لها انه بيشوفها. فقالت له زي يا حبيب ماما وانت راميها في البحيره بنفسك. فسمع كلام امه وده متوقع منه يعني. بس الهلاوس ما سابتهوش خالص وقعد يتخيلها في البيت وجنبه ووراه في المكان اللي موتها فيه وكمان قدام الشركه. بس الغريب انه لما دخل الشركه لقى الموظفين بيقولوا له احنا شفناها وكانت لسه هنا حالا، واخيرا ظهرت بعد ما كانت مختفيه. فاتجنن خالص بقى وقعد يزعق في الشركه كلها ويقول لهم انهم متواطئين وعاملين عليه فيلم عشان عايزين يجننوه. وراح جاي زي العبيط قايل لهم انا مموتها بايدي دي، يبقى ازاي عايشه وجت هنا؟ هم الميتين بيصحوا يا ناس. ولما بدا الرغي حواليه يكتر وكانوا خلاص هيطلبوا له البوليس، فهوب لقى البجحه قدامه بتقول له تصدق الميتين طلعوا بيصحوا؟ طبعا هو جاله بانيك وما بقاش مصدق عينه، فجاب ورا على طول وقال لهم انتوا صدقتوني؟ ده انا كنت بهزر. والله يعني انا راجل تافه اساسا ومستحيل اكون فكرت حتى اموت سوشي البجحه. ويعني هي بجحه وكل حاجه بس هي صاحبه مراتي، ده غير انها كانت في يوم حبيبتي يعني كلكم نظر. وبعدين كل الناس عارفه ان مرات المناخوليا هي اللي موتتها. فجات له مي بنفسها وسط ذهول كل الموجودين انها كويسه عادي. وساعتها بنعرف ان لما الجدع انقذها خدها على بيت سوشي اللي سبحان الله انقذها هي كمان لما جوزها غدر بيها ورماها في البحيره. وقعد بقى الاثنين في بيت واحد واتفقوا هما الثلاثه انهم يثبتوا كل التهم على جوزها وياكدوا للناس والبوليس ان هو سبب كل المصايب. فالبجحه هي اللي فكرت في حوار انهم يجننوه ده ورتبوا له كلهم مع بعض ونجحوا فعلا لحد ما وصلنا للمشهد اللي احنا فيه دلوقتي. انما هو برضه كان مصمم ينكر كل حاجه وقعد يقول يا شويش يا بوليس عايز حق ياسين والناس دي كدابه ومفتريه. فجاله الجدع بفلاشه وقال له سجلنا لك وانت بتعترف بكل حاجه للست الوالده اللي ما عرفتش تربي، فالانكار مش هيفيدك. فقام فعل مود المذلول الندمان وقعد يقول لماي سامحيني ده انا بحبك وما حبيتش غيرك وكل اللي عملته ده كان من غضبي. فهي افتكرت ايامهم الحلوه كانت خلاص هتليه، بس رجعت لعقلها ولقت ان ايامها المره معاه كانت اكتر بكتير. فسابت البوليس يمسكه عشان اللي زي ده ما يستاهلش فرصه ثانيه ولا يستاهل يشوف الشارع اساسا. فانا بطالب البوليس ان الشيطان المتحرك ده يفضل مشرف عندهم عشان وجوده حر طليق كده خطر على المجتمع بستاته ورجالته، وربنا يحمي بنات الناس من امثاله. المهم بعد ما بيغور وسجون السين بتاخده في حضنها كام سنه بتعدي 5 سنين وبيكون هو لسه مسجون ومي والجدع بيزوروا قبر باباها. وبنلاقي البجحه مقرره ما تبقاش بجحه ورايحه هي كمان تزوره. وبعدين كل واحد راح من طريق، فده معناه ان مي سامحتها وكملت هي حياتها وشكل كده الجدع لسه جدع معاها ومش سايبها. ولحد هنا بيكون خلص ملخصنا.